أهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن أداة مهمة جدا في عالم البي بي ام ان، وهي الايفنت بيزد جيتواي. هنعرف مع بعض ازاي الأداة دي بتساعدنا ندير عمليات الانتظار المعقدة ونخليها احترافية أكتر. طيب خلينا نبدأ بسؤال، وهو سؤال أساسي جدا لأي حد بيشتغل في تصميم العمليات. إزاي أقدر أمثل عملية محتاجة تقف وتستنى حاجة معينة تحصل عشان تعرف تكمل طريقها؟ لأن ببساطة العمليات في شغلنا مش مجرد خطوات بتتعمل ورا بعض وخلاص. لا، في أوقات كتير جدا العملية بتبقى في وضع رد فعل، مستنية إشارة، مستنية وقت يعدي، مستنية رسالة تيجي من بره. واللغة اللي بنتكلم بيها في شرحنا ده هي ال BPMN، ودي طبعا اللغة القياسية المرئية اللي بنستخدمها عشان نرسم أي عملية بشكل يخليها واضحة ومفهومة للكل، سواء كانوا في البيزنس أو في الفريق التقني. وجوه البي بي ام ان فيه عنصر مهم قوي اسمه الجيت واي. ده ببساطة هو نقطة القرار في العملية. ممكن نتخيله كده زي عسكري المرور اللي بيقف يوجه السريان بتاع العملية ويقول مين يمشي ومين لكن هنا بقى السؤال المهم، ماذا لو القرار مش هيتاخد بناء على بيانات موجودة عندي؟ ماذا لو الموضوع عبارة عن سباق بين كذا حدث مختلف، والعملية لازم تستنى وتشوف مين فيهم اللي هيحصل الأول؟ والمقارنة دي بتوضح الفرق بشكل ممتاز. بصوا، الجيت ويز العادية اللي معتمدة على البيانات بتسأل سؤال مباشر: هل الشرط الفلاني اتحقق؟ الأساس هنا هو تقييم بيانات موجودة. لكن الايفنت بيزد جيت واي بتسأل سؤال تاني خالص: ايه اللي هيحصل الأول؟ الأساس هنا مش بيانات، الأساس هو انتظار أول حدث يقع من بين عدة أحداث محتملة. يعني نقدر نقول إن الايفنت بيزد جيتواي دي عبارة عن بوابة ذكية بتعمل باوز أو إيقاف مؤقت للعملية وتفضل مستنية إيه؟ مستنية واحد من كذا حدث ممكن يحصل. ممكن يكون الحدث ده رسالة وصلت أو تايمر خلص أو أي إشارة تانية، وأول واحد بس يحصل فيهم هو اللي بيحدد العملية هتكمل في أنهي سكة. طيب، كفاية كلام نظري وتعالوا نشوف مثال عملي كلنا بنحبه وبنعيشه: إننا نطلب بيتزا ونستناها توصل. القصة بتبدأ بشكل بسيط جدا. عميل طلب اوردر بيتزا، دي أول خطوة خالص في العملية بتاعتنا. بعد ما مهمة طلب البيتزا بتخلص، العملية بتوصل عند الايفنت بيزد جيت واي بتاعتنا، وهنا بقى كل حاجة بتقف حرفياً. لعبة الانتظار بتبدأ. الجيت واي دلوقتي واقفة بتسمع ومستنية حاجة من اتنين تحصل: السيناريو الأول أو المسار الأول. ده بيشتغل لو وصلت لنا رسالة أو إشعار بيقول البيتزا وصلت. أما بقى السيناريو التاني فده مرتبط بالوقت. ده هيشتغل لو عدت 60 دقيقة كاملة والبيتزا لسه ما جاتش. ده نقدر نعتبره خطة الطوارئ بتاعتنا لو الأوردر اتأخر. طيب خلينا نشوف إيه اللي بيحصل. لو الراجل بتاع الدليفري وصل والرسالة بتاعت البيتزا وصلت هي اللي جت الأول، خلاص السباق انتهى. العملية بتكمل فوراً في المسار ده وتروح لمهمة أكل البيتزا، وفي نفس اللحظة المسار بتاع التايمر بيتلغي تماماً كأنه ما كانش موجود أصلاً. بس لو حصل العكس، لو عدت ساعة كاملة والبيتزا لسه ما وصلتش، هنا التايمر هو اللي بيكسب السباق. فالعملية بتتحرك في المسار التاني اللي هو الاتصال بخدمة التوصيل، وبرضه في نفس اللحظة المسار الأول بتاع استلام الرسالة بيتلغي وما ينفعش يشتغل تاني خلاص. عشان نلخص طريقة عملها، الموضوع ماشي بالخطوات دي. أولاً العملية بتوصل عند البوابة وتقف. ثانياً البوابة بتعمل سباق بين كل الأحداث اللي ممكن تحصل بعدها. ثالثاً ودي أهم نقطة، أول حدث بيحصل هو اللي بيكسب. رابعاً العملية بتكمل في السكة بتاعة الحدث اللي كسب ده. وخامساً وأخيراً كل السكك التانية بتتلغي فوراً وبشكل نهائي. طيب ليه الأداة دي مهمة قوي كده؟ لأنها ببساطة بتخلينا نمثل الواقع زي ما هو، بكل حالات عدم اليقين والانتظار اللي فيه. بنقدر من خلالها نعمل تصعيد تلقائي لو الوقت اتأخر، زي في اتفاقيات مستوى الخدمة أو SLAs. بتخلي عملياتنا تتفاعل مع رسائل جاية من أنظمة تانية، والأهم إنها بتخلي الرسمة بتاعتنا أوضح وأنظف بكتير من أي حلول معقدة تانية. باختصار، هي بتحسن العمليات لأنها بتخلينا نبني خطط بديلة ومتابعة للتأخيرات بشكل تلقائي. وفي الآخر، السؤال اللي حابب أسيبه معاكم تفكروا فيه هو: يا ترى إيه هي ألعاب الانتظار اللي موجودة في شغلكم أو في عملياتكم اليومية، واللي ممكن الأداة القوية دي تساعدكم توضحوها وتنظموها بشكل أفضل؟